زي ما نصر اكتوبر رد لينا ارضنا وكرامتنا، اغانيه ردت لينا الاحساس بالقوه والزعامه. اغاني حرب اكتوبر مش بنسمعها بس في ذكرى النصر، دي كلمات بتعيش سنين والحان بنسمعها يوميا في طابور المدرسه، زي اغنيه رايه النصر اللي اتالفت قبل الحرب بسنه علشان تكون لفيلم العصفور ليوسف شاهين. ولكن يوسف شاهين قال ان مصر اغلى من اي فيلم، واتصل برئيس الاذاعه الساعه 4 الفجر يوم 7 اكتوبر يبلغه ان في اغنيه من تاليف نبيله أنزيل وانه عايز يسجلها في مسبيرو. وفعلا اتسجلت واصبحت من اهم اغاني النصر اللي بيسمعها لحن الطلاب في المدرسه. اما اغنيه ام البطل بتعبر عن ام كل شهيد للحرب، واللي غنتها ام البطل فعلا الفنانه شريفه فاضل اللي ابنها الكبير سيد استشهد في حرب الاستنزاف، وساعتها حصل لها صدمه وقفتها عن الغنى، واللي خلاها تغني تاني هو انتصارنا في الحرب. واللي صديقتها نبيله أنزيل الفت الاغنيه من غرفه الشهيد نفسه، ولما شريفه فاضل سمعت كلمات الاغنيه بكت واغمى عليها، وسجلت الفنانه الاغنيه ثالث يوم الحرب. وتعتبر اغنيه ام البطل من الاغاني القليله اللي بتعبر عن الامهات وشعورهم، خصوصا ان كل اغاني في الوقت ده كانت بتعبر عن النصر نفسه.